اشرح لي ما فائدة انه دولة تقول لدولة انا برد عليك في المكان الفلاني. يا سلام، انا اقول لك هذه عضلاتي وصواريخي برسلها عليك في المكان الفلاني وفي اليوم الفلاني وبعد 5 دقائق سينطلق الرد. أكبر إهانة للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية أن يتم ضربها وهي تعلم وتعرف وتدرك، وتم ضرب بعض المطارات العسكرية. هذا كله مسرحية. أرد لك على كيف أنها ما هي مسرحية. غزة لأول مرة منذ أشهر، منذ 7 أكتوبر يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق في أجواء غزة استعدادا وتحسبا للدفاع بسبب الهجمات الإيرانية. طيب يا عمر اشرح لي بالله، فكك لي الموضوع أكثر. هل تعلم أنت أنه لأول مرة في التاريخ تضرب إسرائيل بعد صدام حسين تقريبا، تضرب من دول، أكلمك عن دولة بكامل حالتها المعترف بها دوليا، تملك سيادة كاملة على كل أطرافها. شفنا أهل غزة يقصفونهم، شفنا أهل اليمن يقصفونهم، شفنا كذا يقصفهم، نعم، لكني أكلمك عن دولة، حكومة شرعية في دول المنطقة أو في العالم تقول لإسرائيل سنضربك في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني وسنقوم بكذا وكذا وكذا، ثم ينجحوا. هذه لأول مرة تحدث منذ صدام حسين حسب ما أملكه من معلومات، ومن لا يملك فليصحح لنا. فاصل.